بالنسبه للمقادير راح نبدا اولا في تحضير الكرات تاع اللحم. عندي هنا 500 غرام من اللحم. اليوم انا راح ندير لكم مقادير تكفي 6 اشخاص تقريبا، وطبعا اذا كنتوا حابين تديروها بكميات كبيره ضاعفوا المقادير. عندي 500 غرام من اللحم المفروم. عندي هنا بيضه راح نخفقها ونضيفها بالتدريج، ما نحطهاش على ضربه. بالنسبه للتوابل نحتاج فلفل اسود وكمون. عندي نصف ملعقه صغيره من الكمون، نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وممكن اذا عندي الفلفل الابيض يكون افضل. ونحتاج لنصف ملعقه صغيره من الملح، ونحتاج هنا لحوالي 5 فصوص ثوم ريحتهم ناعم. هي تقوم على كميه مليحه تاع ثوم. راح نبدا بسم الله. في اناء نحط كميه الثوم، ونحط الملح، نحط هذاك الكمون. هنا مثل ما شايفين خفقت هذيك البيضه. راح نحط المقدار النصف تقريبا بهذا الشكل، ونعجنها بيدي مليح حتى يختلط الخليط تاعي. وممكن نستعمل نحطها في طاس الخلاط ونخليهم يتخدموا مع بعض مليح، هكذا نضمن انه الخليط تاع يعني تاع الكفته او المثوم تاعي يجيني منسجم تماما. ونرجع نوريكم الخطوه المواليه. هنا خواتي مثل ما شايفين حطيت لها هذيك البيضه كامله. طبعا هنا من الاحسن البيض نضيفه تدريجيا. هنا عندي ملعقتين كبار من الخبز المرحي او الشابيور. هنا هذا هو السر باش تحصلي على كرات يعني يكونوا طريين من داخل. علاش؟ لانه معروف الخبز يتشرب المرق، لما يتشرب راح تجيك من داخل الكره طريه وتجيك يعني خفيفه، ما تجيش هذيك اليابسه خلاص ومكتومه. طبعا تقدري تعوضي الخبز المرحي ديري في بلاصتو شويه روز مرحي، ممكن ديري فرينه، ولكن انا نفضل اني نستغنى عن الفرينه، ندير الخبز خير باش ما تجينيش فيها هذيك الطعمه تاع العجينه. ممكن ايضا كاين اللي يدير لها لوز مرحي. هنا انا نعطيكم الاختيارات وانت تخيري الطريقه اللي تناسبك اكثر، ولكن انا نفضل ندير الخبز برك. ندخلهم مليح مع بعضهم حتى يدخل فيها هذاك الخبز ويتوزع عليها بشكل جيد، ونبدا عمليه التشكيل. انا خواتي بعد ما خلطتها مليح ضروري نعجنها مليح باش كامل المكونات تدخل في اللحم بشكل جيد. في هذه المرحله نبدا في التشكيل. هنا تقدري ديريهم كرات وممكن ديريهم اصابع يعني، ولكن الشكل المعروف اللي هي عباره على كرات. نديرهم بحجم، هنا طبعا الحجم انت اللي تخيريه، تقدري ديريهم صغار شويه يعني حوالي 20 غرام، او ديريهم 30 غرام يكونوا شويه كبار. الشكل اللي تحبي نكورها بهذا الشكل، ونحطها في صحن او صينيه ما بين ما حضرت المرق، وننزلهم في المرقه باش يطيبوا بشكل جيد. الان خواتي نجيو لمرحله تحضير المرق. هنا طبعا راح نحضر مرقه بيضاء. نحتاج لكميه من اللحم. عندي هنا 500 غرام تقريبا من اللحم. هنا استعملت اللحم تاع الغنم او اللحم الغنمي. علاش؟ لانه يكون في البنه خير يعني، معروف خاصه لما تكون فيه شويه تاع دهن او شويه شحمه، ولكن ممكن ديروه ايضا بالهبره تاع العجل، ولكن يعني بالنسبه للناس اللي تحوس على البنه الافضل يكون بلحم الغنم. من جهه اخرى عندي هنا كميه من الحمص او الحميصه، تكون طبعا منقوعه. انا ما نطيبهاش، نحب نطيبها مع المرق مباشره، لكن اذا حبيتي يعني تستعملي الطايبه يعني تحطيها مع الاخير. انا راح نطيبها من البدايه. عندي هنا ملعقه كبيره من السمن، وطبعا هنا السمن نديرو على حساب الكميه تاع الدهن اللي في اللحم. من الاحسن يعني ندير حسابي ديما اني نقص شويه اذا كان اللحم تاعي فيه شحمه. بالنسبه للتوابل نحتاج الملح، نحتاج شويه من الكمون. هنا طبعا الكمون ما نكثرش باش ما تجيش المرقه تاعي كحله او يسود لي المرقه تاعي. هنا عندي فلفل ابيض نصف ملعقه صغيره. هذا هو الفلفل الابيض، هو مثل الفلفل الاسود ولكن تكون اللون تاعو فاتح شوي، ما يعطينيش هذاك اللون الاسود للمرق. اذا ما توفرش عندك تقدري تستعملي الفلفل الاسود. كاين ايضا اللي يحط القرفه مع هذه التوابل، يحط شويه من القرفه. من الاحسن نحط قرفه عود هكذا باش ما تاثرش على اللون، لكن انا الصراحه ما نحطش القرفه، نحط الكمون فقط والفلفل الاسود. لكن كان لازم نذكره يعني كاين ناس تحط القرفه في المثوم. هنا عندي حوالي 4 فصوص كبار من الثوم ريحتهم ناعم تماما، يعني الوصفه الاصليه ما يديروش فيها البصل. هنا اول مرحله راح نجيب القدره اللي راح نطيب فيها. انا راح نستعمل كوكوط، تقدري تستعملي قدره عاديه. نحط فيها كميه هذاك السمن، نحط القدره تاعي على النار حتى يذوب هذاك السمن مليح، وننزل كميه اللحم نخليه حتى يتقلى مليح ويطلق البنه تاعو، ومن بعد نرجع نوريكم الخطوه المواليه. هنا خواتي بعد ما قليت هذاك اللحم مليح حتى ياخذ لون، في هذه المرحله راح ننزل كميه التوابل والملح، ننزل كميه الثوم، الان راح ننزل كميه الحمص ونقليهم مع بعض بشكل جيد. انا خواتي بعد ما قليتها مليح وهذاك اللحم تعسل بشكل جيد، في هذه المرحله راح نمرقها بكميه كافيه من الماء، يعني ما نكثرش الماء باش ما تجينيش المرقه تاعي صامته.
ونخليه حتى يطيب هذاك اللحم والحمص مليح، ومن بعد ننزل كرات اللحم. التمريق دائما يكون بالماء سخون. الان اخواتي في هذه المرحله بعد ما طاب هذاك اللحم والحمص راح نبدا ننزل الكرات ونقفل عليها ونخليهم حتى يطيبوا بشكل جيد. معروف اللحم المرحي ما يديش وقت طويل في الطياب، يعني حوالي ربع ساعه يكون الطبق تاعي جاهز. نعود ونوري لكم شكله. هنا اخواتي كخطوه اخيره عندي هنا كمشه من اللوز، راح نحمصها في القليل من السمن بهذا الشكل، نخليها حتى تاخذ لون ذهبي خفيف. نحيها من هذاك السمن نحطها فوق ورق ماس تخلص من يعني هذيك الدهون الزايده، ثم نعود ونوريكم الخطوه المواليه. والان اخواتي بعد ما طابت هذيك الكرات في هذه المرحله راح ننزل لها كميه اللوز من فوق. طبعا تقدري اللوز تحطيه في الصحن مباشره، وممكن تنزليه في المرق بهذا الشكل هكذا يتوزع بشكل جيد. ممكن نحط لها شويه معدنوس من فوق، وممكن نزين الطبق تاعي النهائي بالمعدنوس فقط. هنا طبعا انت وش حبيتي. راح نحطها في صحن التقديم ونوري لكم شكلها النهائي. والان اخواتي هذا هو المثوم تاعي بعد ما طاب، نحطه في صحن التقديم. هنا مثل ما شايفين هذاك الحمص يطيب وياخذ طعم رائع جدا من اللحم. هذه الكرات تاعي مثل ما شايفين بقات محافظه على الشكل تاعها. هنا حبيبات اللوز يعني كما تشوفوا يعني هكذا يعطيني الشكل تاع حبه الثوم، وعلى هذا سمي بالمثوم. طبعا كاين اللي ما يحطش خلاص الحمص يكتفي بحبات اللوز فقط، وتقدري تعاوني بالحمص هكذا ما تحتاجيش كميه كبيره تاع لوز. هنا ممكن نخليه مثل ما هو، ممكن نحط له هكذا يعني رشه خفيفه من المعدنوس من فوق او البقدونس، هذه حاجه اختياريه، وتقدري تخليه مثل ما هو. مثل ما شايفين القوام تاع المريقه تاعي راح نتحصل على مريقه ثقيله في نفس الوقت طعمها رائع جدا. ان شاء الله الطريقه تنال رضاكم ونكون قدمتها على النحو الصحيح. والان اخواتي نخليكم في رعايه الله وحفظه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.